السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ النهارده جاي اعرفكم على ارخص عربيات كهرباء في 2023. انا بالظبط هقدم لك 3 عربيات بيقدموا قيمه مقابل سعر. في عربيات ارخص من ال3 عربيات اللي انا هذكرهم ولكن مش بيقدموا قيمه مقابل سعر. كل عربيه هوضح لك فيها المعلومات الاساسيه من حيث قوه الموتور والابعاد والفرق ما بين الفئات وبعضها، ولكن نقطه السعر انا هسيب لك الاسعار كلها في التعليقات تحت، لان الاسعار بتبقى محدثه بشكل يومي. تمام؟ فخلينا نبدا الفيديو بتاعنا. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just اول عربيه معانا وهي الجيلي جيومتري الاي. طبعا قبل كده شفنا كافه موديلات بتاعه جيلي. قبل كده شفنا جيلي كاندي اللي صورناها كانت موديل 2018، وبعد كده شفنا الجيلي جيومتري الاي اكس 3 تمام اللي صورناها قبل كده السنه اللي فاتت، والنهارده ده النسخه المحدثه من النسخه اللي فاتت وهي الجيلي جيومتري الاي. تعالوا نشوف حكايه العربيه دي ايه مع بعض. خلينا نبدا بالابعاد بتاعتها. ما زالت الابعاد ثابته في كل الموديلات سواء كانت الكاندي او الاي اكس 3 او الاي. طولها 4 متر وعرضها متر 1.7 وارتفاعها 1.5، وطول قاعده العجلات 2 متر و4. الى حد ما انها عربيه صغيره نسبيا، ولكن المساحات فيها معقوله الى حد ما. طبعا العربيه دي بتقدم قيمه مقابل سعر، بتقدم اوبشنز وتجهيزات حلوه جدا في نفس الفئه السعريه بتاعتها. المهم خلينا متفقين ان العربيه دي بتنزل بفئتين، الفئتين بينزلوا بنفس قوه الموتور، ولكن الاختلافات ما بين الفئتين هي سعه البطاريه وكمان الاوبشنز والتجهيزات في كل من الفئتين. الموتور بينزل قوته 80 كيلو وات بما يعادل 98 حصان، وعزم اقصى للدوران 130 نيوتن، ولكن للاسف اقصى سرعه العربيه دي هي 100 كيلو متر في الساعه، يعني مش هتاخد مخالفات ابدا بالعربيه دي. خلينا في سعه البطاريه. اولا زي ما انا قلت لك ان العربيه دي بتنزل بفئتين، الفئه الاولى بتنزل بسعه بطاريه ساعتها 33.5 كيلو وات، ومدى السير بتدي لك 320 كيلو متر، والفئه الثانيه بتنزل ببطاريه ساعتها 39.5 كيلو وات ولكن مدى السير 405 كيلو متر. طبعا خليني اقول لك ان افضل فئه في الجيلي جيومتري الاي هي الفئه الثانيه، علشان هتاخد اوبشنز احسن وكمان هتاخد البطاريه الاكبر، فبالتالي هتديك مدى سير افضل واحسن من الفئه الاولى. وكده باختصار اول عربيه. تاني عربيه معانا وهي الشنجان الاي ستار، او بمعنى اخر اللي هي الشنجان الميني. العربيه دي كذلك برضو بتنزل بفئتين، الاثنين مشتركين في نقطه قوه الموتور وكمان سعه البطاريه. تعالوا نتعرف على الابعاد الخاصه بالعربيه، لان العربيه دي من المسمى بتاعها اللي هي شنجان اي ستار، المسمى بتاعها يدل انها عربيه صغيره نسبيا اصغر من الجيلي جيومتري الاي. ولو رحنا للابعاد الخاصه بالعربيه، طولها 3 متر و7 وعرضها متر و6 وارتفاعها متر و5. واقرب مثال لحجم العربيه دي لو جينا نقارنها بنفس عربيه بنفس حجمها في البنزين، وهي اقرب حاجه ليها هي الكيا بيكانتو، هي نفس الحجم. تمام؟ عربيه صغيره نسبيا مش موجهه انها تنفع تكون لاسره كبيره، لا بالعكس هي عربيه صغيره نسبيا، المساحات الداخليه الى حد ما معقوله لاسره مكونه من 4 افراد ولا حاجه. دي هتكون افضل عربيه قيمه مقابل سعر معاهم من حيث المساحات. خلينا نيجي لمنظومه الميكانيكيه. اولا زي ما انا قلت لك ان العربيه دي بتنزل بفئتين مشتركين في نقطه قوه الموتور وكمان البطاريه. طبعا العربيه دي بتنزل بموتور قوته 55 كيلو وات اي بما يعادل 74 حصان، والعزم الاقصى للدوران 170 نيوتن، والمنظومه دي متصله ببطاريه سعتها 32.2 كيلو وات، ومدى السير 301 كيلو متر في الشحنه الواحده. ولكن خليني اقول لك ان الفرق ما بين الفئتين هما هتلاقيهم في الاوبشنز والتجهيزات بس انا محتاج اقول لك ملحوظه مهمه جدا. العربيه دي كان نزل منها نسخه قبل كده اللي هي الفئات الاولى كانت في 2022، وانا عملت حلقه كامله عن العربيه دي وقلت لك العربيه دي ما بتقدمش قيمه مقابل سعر. نفس الانتيريور بتاع العربيه اللي انا بتكلم عليها دلوقتي اللي هي شنجان الاي ستار الشكل الجديد، نفس الانتيريور هو نفس الانتيريور بتاع الشنجان السي اس 55 ايروب اللي كانت بتمشي 605 كيلو متر في الشحنه الواحده. وطبعا لو انت بتفكر في العربيه دي خليك في الفئه الثانيه علشان تاخد اوبشنز وتجهيزات احسن من الفئه الاولى. ودي بالنسبه لتاني عربيه معانا. تالت عربيه معانا وهي البي واي دي سيجل، ارخص واصغر عربيه من شركه بي واي دي بيلد يور دريم.
انا شخصيا بحب البراند ده جدا، لان البراند ده عارف يخاطبك ازاي، عارف يخاطب المستهلك بتاعه ازاي. عنده عربيه بتبدا معاك من اول 700,000 جنيه لحد 3 مليون جنيه، من اول البي واي دي سيجل اللي هتنزل السوق في الشهور الجايه، يعني كلها شهرين وهنلاقي العربيه دي موجوده في مصر ومتاح الحجز عندي على العربيه دي، من اول البي واي دي سيجل لحد البي واي دي السيل والبي واي دي تانك. خلينا متفقين ان بي واي دي من افضل الشركات انتاجا لصناعه العربيات الكهرباء، وكذلك من افضل البطاريات الموجوده في العالم عشان بيستخدموا تقنيه اسمها البليد باتري. ومفيش داعي ان انا اقول لك في شركات بتحاول يعني تتعاون مع بي واي دي علشان تاخد منها البطاريه بتاعتها، اولهم شركه تسلا، وده يدي الصلاحيه للبي واي دي انها تكون شركه متفوقه جدا في عالم صناعه سيارات الكهرباء، وكمان متفوقين جدا في صناعه البطاريات. عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير جدا، حابب ان انا اوضح لك براند البي واي دي سيجل اللي هي ثالث عربيه معانا، اللي هي من اصغر وارخص العربيات الكهرباء اللي هتبقى موجوده في مصر خلال الشهور الجايه. خلينا الاول نبدا بالابعاد. اولا طولها 3 متر و7 من 10، وعرضها 1.7 من 10، وارتفاعها 1.5 من 10. خد بالك ده نفس الابعاد الخاصه بشنجان الاي ستار، يعني البي واي دي سيجل هي نفس الابعاد بتاع الشنجان الاي ستار. لو جينا نقارن العربيتين دول مع بعض بشبيهه البنزين بتاعتنا وهي الكيا بيكانتو، يعني الكيا بيكانتو هي نفس الابعاد بتاعه الشنجان الاي ستار، هي نفس الابعاد بتاعه البي واي دي سيجل، تختلف من هنا لهنا بحوالي 3 سم 4 سم 5 سم، ولكن كل الكلام ده مش هيفرق معاك في اي حاجه. تعالوا ما نتكلم على قوه الموتور والبطاريه بتاعه البي واي دي سيجل. طبعا العربيه دي بتنزل بفئتين. الفئه الاولى بتنزل بموتور قوته 55 كيلو وات ومتصل مع بطاريه ساعتها 30 كيلو وات، ومدى السير 305 كيلو متر في الشحنه الواحده. والموتور الثاني بتنزل بموتور قوته 75 كيلو وات، اي بما يعادل 102 حصان، ومتصل ببطاريه ساعتها 38 كيلو وات، ومدى السير 400 كيلو متر في الشحنه الواحده. ده بالنسبه لقوه الموتور والبطاريه بتاعه البي واي دي سيجل. خليني اقول لك على ملحوظه كده في نهايه الفيديو. قدامك اختيارين، قدامك البي واي دي سيجل والشنجان الاي ستار، دول من ارخص عربيات كهرباء اللي هتكون في مصر، اللي هتتقدم في مصر الشهور الجايه. خليني اقول لك الاثنين نفس الابعاد، الاثنين نفس قوه الموتور، ولكن قوه الموتور في البي واي دي سيجل الفئه الثانيه اقوى من الشنجان الاي ستار. تمام. نوع البطاريه اللي في البي واي دي افضل بمراحل من الشنجان الاي ستار. خليني اقول لك ان البي واي دي سيجل بتقدم اوبشنز وتجهيزات وكمان تكنولوجي افضل بكتير من الشنجان الاي ستار. عشان كده انا اقول لك باختصار شديد جدا، لو قدامك العربيتين والاثنين يعتبروا بنفس السعر، ولكن هتلاقي اختلافات بسيطه جدا كام الف ما بين الفئتين، ما بين العربيتين اقصد، خليك في الاتجاه اللي هو البي واي دي سيجل. تمام. عربيه هتقدم قيمه مقابل سعر، كفايه انها من شركه بيلد يور دريم يعني بي واي دي. وبس كده انتهت الحلقه بتاعتنا النهارده. حبيت ان انا اوضح لك ارخص 3 عربيات كهرباء موجودين في مصر دلوقتي وهيتقدموا الفتره الجايه. خليني اقول لك برضو قبل ما اقفل الفيديو بتاعنا، لو انت اخترت البي واي دي سيجل هتقارنها بالجيلي جيومتري الاي. طبعا الجيلي جيومتري الاي مساحات اكبر من البي واي دي سيجل، ولكن العيب الوحيد اللي انا شايفه في الجيلي جيومتري الاي هي اقصى سرعه للعربيه اللي هي 100 كيلو متر في الشحنه، اللي هي 100 كيلو متر في الساعه، لكن البي واي دي سيجل طبعا تعدل 130 كيلو متر في الساعه. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. انا عبد الرحمن علي، ولو ليك اي سؤال تقدر تكتبه تحت في الكومنتات وانا هرد عليك في اسرع وقت ممكن. شكرا، السلام عليكم.